وهنا في الكونتينر اللي هو بتاع الشحن، الحاجات اللي تبرعات اللي من الجاليه المصريه باسم الجاليه المصريه نازله على مصر. وطبعا في ناس كتير من الاخوه المصريين هنا بيساعدوا بكل جهدهم. وهنا قابلت الاستاذ، اتعرف على حضرتك، اسمك؟ محمد عواد. اهلا وسهلا. اهلا. احنا بنسجل لصفحه الايجيبشن امريكان فويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يخليك يا رب. حضرتك ايه؟ محمد سليمان. اهلا وسهلا. وعايزين ناخد راي حضرتك في الكونتينر دهوت، انت سمعت عنه ازاي؟ انا شايف كل طبعا ايه يعني، في شغل كبير بيتعمل وناس كتير بتساعد. وعايز تعرف انت حضرتك سمعت منين عن الكونتينر ده؟ والله هي فكره واحد صاحبي كان شاف بيشاهد القناه المصريه والفضائيه المصريه او قناه تلفزيونيه عن طريق مصر، فشاف حاله وفاه حصلت. واحد حصل له مات بسبب شده البروده. فبصراحه هو جات له الفكره ان احنا نعاون اخواننا في مصر. فنعاونهم ازاي؟ سواء بالماديات او بنرسل لهم معونات من الملابس وكده. فالحمد لله يعني استشرني في الفكره واستشرت واحد صاحبي وكونا مجموعه، والحمد لله والشكر لله يعني بناخد الدونيشن من الناس وبنحطها في باكسات، وان شاء الله باذن الرحمن نرسلها لبنك الكساء في مصر ان شاء الله. تمام. الحاجات اللي حضرتك نازله من هنا طبعا، واحنا متابعين القصه من اولها، نازله باسم اي احزاب او جماعات او جمعيات هنا او مجموعات هنا؟ لا 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 لا، ما بنحبش احنا ننتمي لاي احزاب ولا جماعات ولا حاجه. هي حاجه منا متبرعين بينها بمجهودنا وبنفقات مننا والاهلنا في مصر من غير ولا حزب ولا اي حاجه لوجه الله. يعني دي نازله باسماء ابناء الجاليه المصريه؟ ابناء الجاليه المصريه في نيويورك وفي نيوجيرسي وشيستر كونتيكت وفيلادلفيا كمان باعتين حاجات ان شاء الله. وبنسلفانيا. الحمد لله الحمد لله. ده طبعا احنا عارفين ان ده تاني كونتينر من سعه ال 40 قدم. 40 فيت. 40 فيت. وبرضه في ناس كتير من الاخوه المصريين عمالين بيساعدوا في المجموعه الشغاله ده، هي بتعمل وبتساعد. فاحنا وفي اهو تراك لسه جاي فان اهوت جايب حاجات من اللونج ايلاند بمجهودات برضو شخصيه. طيب دلوقتي يا استاذ محمد، الكلام ده نازل باسم الجاليه، يعني مفيش اي حد له فضل في اي حاجه في الشغل ده؟ لا 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 ينسب لاشخاص ولا ده مجهودنا احنا، مجهود الناس كلها. مجهود الناس كلها، الجاليه المصريه كلها والعربيه، وفي ناس عرب من اقطار ثانيه بيبعتوا لنا حاجات وعارفين ان الكونتينر دي نازله للمحتاجين لمصر، للمحتاجين فقط. طبعا. ولا الاغنياء ولا الطبقه المتوسطه، المحتاجين. طيب انت حضرتك بتثق في بنك الكساء اللي نازله عليه الحاجه؟ طبعا، لان انا بثق في صاحبي واكلم من رئيس مجلس الاداره واتكلم معاه على التليفون، والراجل وعده انا ما اعرفش اسمه بصراحه، بس هو وعده ان شاء الله باذن الرحمن ان هو هيشرف على الكونتينر دي بنفسه لاهلها المحتاجين ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا عارفين ومتاكدين ان في ناس دفعت الكونتينر ديت بمجهودات شخصيه طبعا، وان مفيش حد من لا قنصليه ولا حكومه دفع الكلام ده هوت، لا ده مدفوع من ابناء الجاليه من هنا في نيويورك، من ابناء الجاليه. وفي ناس طبعا يعني احسن موقف حصل مع حضرتك هنا ايه في الكونتينر ده من اي حد جاي من بره جايب حاجات؟ والله احسن يعني في مواقف ناس يعني افاضل جدا جدا. في ناس عرضت علينا فلوس كتير ما رضيناش ناخدها بصراحه، وفي ناس يعني تبرعت ان احنا نبعت الكونتينر دي بمبلغ بسيط الحمد لله قبلناها، لان اول كونتينر ما حدش دفع فيها ولا مليم، يعني nothing, no money down, nothing, zero. بس الكونتينر الثانيه بصراحه لما لقينا الناس عايزه تتبرع اكتر فاضطرينا ناخد دونيشن حاجات بسيطه جدا من الناس عشان نرسلها ان شاء الله. واسماء الناس اللي هي دفعت الدونيشن دي وشاركت موجود طبعا؟ موجوده حضرتك على شيت معانا مكتوب الاسم والمبلغ اللي تصدق بيه بالظبط. كل حاجه موجوده ومتدونه وما فيش حاجه بتروح خالص. استاذ محمد، لو حضرتك عايز تبعت رساله لاهلنا واخواتنا اللي في مصر تقول لهم ايه؟ اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، والله اتمنى من قلبي ان احنا نكرر الموضوع ده تاني وتالت، بس اهم حاجه نشوف على وجوههم بسمه السعاده وادعوا لنا، ده اللي احنا عايزينه. احنا اخوانكم هنا، والله لما افتح التلفزيون واشوف واحد مصري بيبتسم ببقى انا سعيد جدا جدا من قلبي، وبحس ان الدنيا كلها فرحانه. فان شاء الله ان بدعو من ربنا سبحانه وتعالى في نزول المطر ودلوقتي في اذان العصر ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا الحاجه دي وتوصل
للناس اللي بيحتاجوها فعلا ان شاء الله باذن الرحمن. حضرتك متاكد انها هتوصل للناس اللي ان محتاجها؟ شاء الله املي في ربنا وفي مجلس بنك الكساء ان شاء الله يوصلها إن شاء الله. بالنسبه للاجهزه الحكوميه هنا كالقنصليه مثلا في نيويورك، حضرتك عندك اي فكره عملوا ايه في اي مجهود في الموضوع ده او اي حاجه؟ هم المجهود ساعدوا يعني في حاجه؟ هو المجهود الوحيد ان هم رشحوا لنا 3 بنوك احنا اخترنا منهم البنك الكساء، والمجهود الثاني ان هم هيسلموا الكونتينر هناك بدون ضرائب ولا حاجه ان شاء الله باذن الرحمن. هم دول المجهودين اللي عملوهم بصراحه ويشكروا على كده ان شاء الله. استاذ محمد متشكرين جدا من حضرتك تحت أمر ومتشكرين حضرتك. لكل الناس اللي شاركت. شكراً. والسلام ألف عليكم ألف ورحمه شكر الله لحضرتك وبركاته. وشكر المصريين كلهم اللي ساعدونا في امريكا او اللي هيستقبلوا الحاجه في مصر يوزعوها، جزاكم الله كل خير. وده تاني كونتينر، تفتكر ان في حاجه تانية هتبقى جايه ان شاء الله في الطريق؟ بس شويه ان شاء الله الثالثه نازله ان شاء الله، بس اصبروا علينا اسبوعين ان شاء الله. ان شاء الله. متشكر جدا يا استاذ محمد. شكراً. السلام عليكم. شكرا. سلام عليكم.